الفيديو ده بقالي كام يوم كده بيظهر قدامي، فبصراحه الفكره عجبتني وحبيت ان انا اجربه. هو جاب نوع من البسكوت، تقريبا بسكوت شاي. فرموه معايا كده معلقتين كاكاو، معرفش اللي حطه معاه ده، تقريبا سكر بودره او نشا. المهم خلطهم مع بعض في الكبه لحد ما فرمهم ناعم خالص، وبعدين حط عليهم شويه لبن كده وشويه زبده وعجنهم وحطهم في الفريزر، وبعدين زينهم من فوق كده بشويه شوكولاته سايحه، وحط عليهم من فوق فرماسيلي شوكولاته. فتعالوا نجرب مع بعض الوصفه دي ونشوف. انا استخدمت نوع البسكوت ده. انا بستخدم البسكوت ده على طول حتى في التشيز كيك، لانه بيبقى سعره مش غالي، وفي نفس الوقت طعمه حلو قوي وبيديني النتيجه اللي انا عايزاها. فتقدروا تستخدموا البسكوت ده او تجيبوا اي نوع بسكوت تحبوه. فضيت البسكوت هنا كده، خدت منه شويه دول. انا مش هعمل كتير لان انا دي تجربه وانا مش عارفه اذا كان هيبقى حلو ولا لا. فيا دوب انا هحط على دول شويه كاكاو وشويه من السكر البودره واضربهم مع بعض في الكبه. ضفت عليه كده معلقه من الكاكاو، وكمان بعدها حطيت عليه معلقه من السكر البودره. هحط نص معلقه كمان علشان ما يبقاش سكره قليل. بعد كده جبت الكبه وهفضي فيها الحاجات دي بالراحه كده. كده بالشكل ده. اجيب البسكوت اللي واقع بره وهضربهم في الكبه بالشكل ده كده. خلاص فرمتها كويس. بصوا شكلها عامل ازاي. هبدا ان انا افضيها، هرجعها تاني مكانها كده عشان نعجنها مع بعض. بعد كده سيحت شويه زبده، هحط عليها الزبده وهي سخنه كده، وهقلبها مع الزبده. مش لازم تتقلب كويس لان احنا لسه هنعجن بايدينا. بعد ما قلبتها في الزبده كويس، هبدا بقى اجيب ازازه اللبن وابدا اعجن فيها شويه بشويه كده كده. بس هو يدوب شويه اللبن دول كفايه، عشان انا عايزاها عجينه مش سايله، عجينه متماسكه ناشفه. هبدا ان انا اشكلها على شكل اسطواني بالشكل ده. انا عايزاها تبقى بالشكل ده. شايفين العجينه ناعمه ازاي، حتى ما بتطلعش اي لون ولا اي حاجه في الايد. بصوا هعملها بالشكل ده كده، واجيب استرتش، هجيب الاسترتش وافرده بالشكل ده كده كده اهو اتفرد. وهجيبها بعد ما عملتها العجينه بشكل اسطواني، على قد ما اقدر احاول اخليها كلها بحجم واحد، ما تبقاش تخينه من حته ورفيعه من حته. بعدين لفيته لفتين كده جوه الاسترتش بالشكل ده زي ما هو عمل بالظبط، وهدخلها التلاجة لمدة ساعتين. بعد كده عندي قوالب الشوكولاتة دي شوكولاتة مطبخ. عندي واحد ابيض واحد بني. هبدأ ان انا اسيح نص القالب ده ونص ده علشان الكمية برضو مش كبيرة قوي، فهسيح الاثنين على بعض كده وارجع لكم. طلعتها من الفريزر بقت بالشكل ده كده، مسكت نفسها وبقت جامدة. هبدأ ان انا بقى اقطعها زي بنفس الشكل اللي كان بيقطعها بيه في الفيديو. هو كان بيقطعها كمان عريضة شوية، يعني ما كانتش رفيعة قوي. بعد كده بدأت اخدهم بعد ما قطعتهم بالشكل ده، اخد قطعة واحدة واحدة كده اهي عشان ما تتبهدلش، واحطها كده اهو. واحده كمان سيبها بس. بعد ما زينتها بالشوكولاته بدات ان انا ازين الوش كده بشويه من الفرماسيل، وهدخلها التلاجة تجمد لمده نص ساعه، وبعدين اطلعها على طبق التقديم. ندوق بقى كده ونشوف. بصوا شكلها عامل ازاي. طعمها حلو قوي، بس للناس اللي مش بتحب الحاجه تكون مسكره قوي. بس هي تجربتها سهله وطعمها حلو قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو الفيديو ده عجبكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في قناتي على اليوتيوب.